خلاص بقى جاهز معانا، حطيناه شوية في التلاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة جديدة، هي وصفة حلوة عبارة عن بسكوت بالكاكاو ومغطى بالشوكولاتة بوبس كده صغنن. يلا نشوفه مع بعض هنعمله ازاي. يلا نبدأ الوصفة. هنبدأ اول حاجة بالمقادير. معانا بسكوت اهو، انا مكسراه كده صغير، قطع صغيرة قوي. ومعايا كوباية لبن مش محطوط على سكر ولا اي حاجة، سادة. وديت معلقتين كاكاو، ودومت معلقتين سكر بودرة، ومعلقة زبدة كبيرة. ومعانا الكوبايات اللي هي الكب كيك الورق ده. ويلا نبدأ نشوف مع بعض هنطبق الوصفة ازاي. هنبدأ اول حاجة نجيب البسكوت بتاعنا اهو وننزل في الطبق الكبير ده. بعد كده نجيب الكاكاو، معلقتين الكاكاو اهو وننزل عليه. هو سهل قوي على فكرة يا جماعة وجميلة، ممكن تعملها لضيوفك، ممكن تقدميها في عيد ميلاد، يعني تنفع لكل حاجة. هنجيب اللي هو السكر اهو، معلقتين السكر. وبعد كده هنجيب اللبن شوية في شوية. انا مش هحط الكمية كلها لحد ما اشوف هو هيتعجن لحد ايه. احط كده شوية وابدأ يعني ادمج المكونات دي كلها مع بعض كده لحد ما تتعجن عندي، تبقى عجينة اهي. هبدأ بقى حاجة كده. لا، هحتاج لبن كمان، هرجع ازود لبن اهي. بصوا اتعجنت معايا، هي خدت قوام جميل قوي اهي. ديت انا وصلت لكده، سبت بس بق لبن صغير كده ما احتاجتوش، وقمت جايه نازله اهوت بالزبده اهي. هي زبده طريه بدرجه حراره الغرفه. هخلطها برضو مع المكونات دي، هعجنها معاهم كلهم كده مع بعض، هدمجهم كلهم مع بعض. شوفوا البسكوت بقى عندي اهو عشان يعمل معايا الكور الهشه الجميله ديت اهي. بدمج الزبده معاهم اهو يا حبايبي. انا طلعتها، سبتها ارتاحت شويه في التلاجة، يعني قيمت كده بتاع نص ساعه عشان تتماسك شويه وتمسك نفسها. وبعد كده هبدا اعملها بقى كور. هبدا اعملها معاكم دلوقتي كور كده، وبغطسها في صوص شوكولاته. انا عاملاه اهو، بنغطس الكور اللي احنا هنعملها ديت في صوص الشوكولاته. هوريها لكم اهو يا حبايبي. بعملها كرة بالشكل ده كده، هي بعملها كرة اهي بالشكل ده اهي. وبعد كده باخدها بغطسها في صوص الشوكولاتة وبقلبها معايا كده بالطريقة دي اهي. انا طلعتها اهو، غطستها في الشوكولاتة وطلعتها اهي. هي بتنزل كده شوية من الصوص عادي، مفيش اي مشكلة. بنقوم جايين احنا بنخلص الكمية اللي معانا، وبعدين بندخلها كلها في التلاجة برضو، ترجع الشوكولاتة تتمسك عليها تاني نص ساعة. وبعدين هنشوف هنعملها ازاي وهنقدمها ازاي. انا هعمل الكمية برضو بنفس الشكل ده كده. هي الكور بقى جاهزة معانا اهي. هنحطها بقى في التلاجة تجمد شوية الشوكولاتة اللي عليها، وبعد كده نحطها في الكوبايات الكب كيك عشان تبقى جاهزة للتقديم اهو. معانا اهوت بعد ما طلع من التلاجة سيبناه شوية لحد ما الشوكولاتة عليه اتمسكت، وبنقدمه بالشكل دوت لضيوفنا. بس ايه، برضو بنخلي بالنا، يعني دي مثلا طالع مني الشوكولاتة شوية، بنخلي بالنا اكتر من كده تبقى الشوكولاتة مظبوطة فيها. ولو عندك الكب كيك اللي هو احسن من الورق اللي هو السيليكون دوت بتبقى جميل. وفي كب كيك ورق مقوى اكتر من كده. ده بصراحة لا نزلت لقيته يعني دلوقتي. فانتي لو حابة تعمليها بالطريقة ديت هتبقى معاكي سهلة وبتقدمها لضيوفك. لو في عيد ميلاد عندك في البيت بتعملي اللي هي الكور البسكوت دي، بتبقى جميلة جدا وتغيير وحاجة جديدة في العيد ميلاد. ولو عجبتك الوصفة اعملي لنا اشتراك للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. وياريت اما تجربوها تقولوا لنا رأيكم فيها، وبألف هنا عليكم يا رب. باي باي.